كابتن سيد عبد الرازق بازوكا، بنرحب بيك في موقع الاسماعيلي السيسي يا كابتن. اهلا وسهلا، انا برحب بالموقع وسعيد جدا بالموقع. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. انتوا طيبين، كل سنه طيبين. كابتن، اقل من اسبوع على انتخابات مجلس اداره النادي الاسماعيلي، عايزين نعرف استعدادات الكابتن سيد الشخصيه، وايه ان شاء الله لما ربنا يوفقك اولوياتك اللي انت تعملها. قبل الاستعدادات انا اتمنى انه اعضاء الجمعيه العموميه انهم يحضروا ال 6029 واحد ما شاء الله، لانه نفسنا يبقى احنا لا نقل شيء عن النادي الاهلي. نادي الزمالك، نادي الاهلي 60,000 حضروا الجمعيه العموميه، نادي الزمالك 39,000. فاحنا طبعا عندنا يعني احنا لا نقل شيء عن الانديه. احنا طبعا كلنا طبعا نازلين في قايمه مع المهندس سعد الجندي، طبعا هو الرئاسه، في الدكتور ابراهيم امام النائب، وفي طبعا الاستاذ احمد عبد الحليم، وفي المهندس اسامه ابو العلا، محمد اسامه ابو العلا، وفي طبعا هارون الصغير في تحت السن، وفي طبعا خالد الطيب طبعا كان مجلس اداره قبل كده واللي باع طبعا في المجلس السابق طبعا، والعبد الله طبعا. اتمنى كمجموعه، احنا سايبين القايمه فيها واحد لسه طبعا، هم يدوا اللي عاوزين يختاروه. اتمنى اللي يختار يا القايمه دي يا القايمه دي، علشان يبقى اللي يشتغل يبقى بيشتغل بتنسيق بينهم وبعض. طبعا احنا المهندس سعد الجندي ليه تجارب طبعا كتير في النادي، وهو يمكن عامل المحلات دي، بس ما اديروش فرصه طبعا انهم يكملوا. انت عارفه طبعا في اعداء النجاح ناس كتير طبعا. الراجل طبعا جاي يكمل الحلم اللي عامله هو الدكتور ابراهيم امام، لان هم اللي بداوا طبعا بالمشروع لما جم 3 شهور وجددوا اللعيبه. احنا طبعا عندنا دلوقتي ما فيش حجه لينا، عندنا الارض، عندنا بقى نبدا نعمل المشاريع طبعا. عندنا فرقه الكوره هنبدا طبعا، يعني الحمد لله في 3 من اللي مشوا ببلاش طبعا هيرجعوا طبعا، هنرجعهم باذن الله. طبعا مش عايز اتكلم على الحاجات دي يعني عشان ما حدش يقول لك بتكلم عشان الانتخابات، مش انتخابات. انا جاي اخدم النادي، جاي ارد الجميل لنادي الاسماعيلي صاحب الفضل عليا، سواء نجحت ولا سقطت. انا نادي الاسماعيلي ده بيتي وهساعده سواء انا بره او جوه. انا طبعا نادي الاسماعيلي هساعده طبعا، ما احبش اتكلم طبعا عن نفسي واقول هعمل واعمل واعمل. انت شايف النادي حاله يصعب على الكافر بعد ما فضوه المجلس اللي موجود، فضاه طبعا. طبعا في المجلس اخواننا طبعا، المجلس المجموعه الثانيه طبعا كله جايين يخدموا. بشكر طبعا كل اعضاء الجمعيه، كل الناس اللي نزلوا الانتخابات اللي جايين يخدموا النادي. طبعا اتمنى لاي واحد فيهم التوفيق، اللي هينجح هنقول له مبروك، كل اسف هنقول له هارد لك، انت بلغت يعني عملت بلاء حسن انك تقدمت لخدمه النادي. اتمنى انه يعني اللي يجي يخدم النادي لخدمه نادي الاسماعيلي، لان النادي انت عارف وضعه يعني لا يسر عدو ولا حبيب. 11 لعيب مشوا ببلاش، جبنا لعيبه جداد لسه ما تاقلموش على بعض. الناشئين برضه حصل فيها هزه. انا كنت لسه هسالك عليك كابتن سيد، راجل مدير فني وراجل رياضي، واللعيبه اللي موجودين انا حضرتك ان شاء الله الناشئين طبعا ان شاء الله. انا كنت مجلس اداره قبل كده 4 سنين، والحمد لله فضل من الله. طبعا ده موجود في النادي، منهم 2 احنا بننافس على بطوله الدوري، والسنه اللي بعدها كنا الثاني، واللي بعدها الثاني. جبنا اللعيبه طبعا، ما فيش حد اتباع في العهد اللي انا كنت فيه، ولو ان الاحتراف كان موجود. كل مشاكل النادي الحمد لله الواحد بيحلها، سواء موجود في النادي او بره النادي. ليا تجربه طبعا، علما بانه طبعا كون ان انا قاعد مجلس اداره، انا بشتغل في التدريب، ده اكل عيش في التدريب، انما النادي صعبان عليا في الوضع اللي هو فيه. فعشان كده انا جاي اخدم نادي الاسماعيلي، جاي ارد جميل نادي الاسماعيلي. انا يا كابتن بنتمنى لك التوفيق، ويا رب المنتخبات زي ما حضرتك قلت الجمعيه العموميه كلهم يجوا. اتمنى نموذج للانديه، جمعيه عموميه، ويختار الصح، يسيبهم المجامله. اختار اللي يخدم نادي الاسماعيلي. هو النادي مش محتاج مجاملات دلوقتي. وبعدين هقول لك على حاجه، اللي هيجي احنا عندنا نادي كوره، احنا لازم عندنا نادي اجتماع، عندنا الحمد لله الارض، عندنا مشاريع كويسه طبعا، معانا ناس خبراء، ناس رجال اعمال، عندنا 3 مهندسين غير اللي ان شاء الله ال3 المعينين هيبقوا برضه. يعني عندنا ناس تقدر تخدم النادي، وتقدر ناس مش جايه لا تتشهر، ولا ناس جايه تاخد فلوس، ولا جاي ناس تعمل عمولات، جاي ناس حبهم لنادي الاسماعيلي، جاي يخدموا نادي الاسماعيلي. نتمنى لك التوفيق يا كابتن، والف شكر على